مفيش احلى من ساندوتش الكفتة المشوية بطعم الفحم في عيش التورتيه، وعليها سلطة الطحينة اللذيذة بطعم ولا اروع. سلطة الطحينة بتدي طعم الكفتة المشوية طعم بمنتهى الجمال. هنعمل النهاردة سلطة الطحينة وهنضيف عليها مكون هيضاعف من كميتها وهيديها طعم كريمي جدا ولذيذ، ولونها هيكون فاتح جدا زي اللي بتشتروها بالظبط من بره، ويمكن احلى كمان. المكون ده بسيط جدا، لكن هتستغربوا قوي انه هيزودوك كمية الطحينة كتير. جبت نص كوباية طحينة وهضيف عليها ربع معلقة ملح، ربع معلقة كمون، معلقة كبيرة خل، معلقتين كبار زيت زيتون. المكون السحري هو ربع كوباية مية مغلية جدا مش سخنة. هقلب، وكل ما هقلب هلاقي قوام يتقل معايا. ممكن نضيف كل ما يتقل معانا نقدر نضيف معلقتين مية مغلية بمعلقتين. بقت في منتهى الجمال، لونها فاتح جدا. جبت معلقة زيت زيتون ومعلقة بابريكا، قلبتهم مع بعض وعملت بيهم نقط. البابريكا مع الكمون بيدوا طعم حلو قوي لسلطة الطحينة. بخلة السنان وصلت النقط دي ببعضها، عطت شكل جميل جدا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. قوامها في منتهى الجمال وطعمها تحفة. جبت عيش التورتيه وحطيت فيه شيش الكفتة، وهحط عليهم سلطة الطحينة. سلطة الطحينة بتدي طعم تحفة للكفتة المشوية. يكون طعمها كتير مميز. نقدر ناكل جنب منها خيار وطماطم، نقدر نحط جنب منها مخلل، بطاطس محمرة، بتكون لذيذة جدا. سلطة الطحينة محببة وبتبقى لذيذة مع الكفتة المشوية قوي، وبتديها طعم جميل. المياه المغلية مش هتأثر على طعم الطحينة ولا تغير من طعمها، بالعكس هتضاعف حجم الطحينة، وفي نفس الوقت مش هتغير من طعمها ولا تأثر عليها. احسن بكتير ما نضيف عليها زبادي اللي بتغير لها طعمها خالص. المياه المغلية طعمها بيكون محايد، وفي نفس الوقت بيضاعف لنا كمية الطحينة اللي هنعملها. كمان لو سيبناها شوية هنلاقيها بتتقل اكتر، مش هتبقى خفيفة زي ما بنعملها وتخف، لا هي هتتقل اكتر. جربوها تعجبكم جدا.